يسعد مساكم. أهلا ومرحبا بكم في من سيربح المليون. معكم جورج القرداحي من دمياط التاريخ، دمياط الأصالة، دمياط أحلى مشبك. رحبوا معي بشوقي الدمياطي. شكرا جمهور الحباب. أهلا فيك والله شوقي. من وين في دمياط؟ انا من دمياط البلد نفسها يا عم جورج. كيف أخبار؟ عارف نظام سرور؟ خليه في ظهرك كده وتمشي لحد صيدليه ضراحه، اتمشي على طول الاستاد لحد ما تلاقي الموجي بتاع البلاستيك. حاجته نضيفه أوي والله. لو عايز تجهز بنتك ولا حاجه هتلاقي هناك شجره كده جنبها تلاجة ميه باللي رياك لو عشطان، واسال اي حد بقى هناك. راح لشويه دمياط الناس. خلاص يا عم عرفتنا معاك. أهلا بيك أستاذ شوقي. اهلا بك يا حاج قرداحي. مستعد اليوم لتربح مليون جنيه؟ طب بحبحهم شوية يا أستاذ جورج، عايزين نشتري غسالة أطباق. لا مؤاخذة يا عم جورج، سندس مراته جاية تشجعني يعني عشان كل ما اجاوب سؤال تقول ها. جاهز للسؤال الأول يا أستاذ شوقي ولا خايف؟ اسأل يا باشا، انا جاهز للرد. احنا ما نخافش الا من اللي خلقني. السؤال الأول في الثقافة. يا نهار أزرق يا شوقي، زنك في نقطة ضعفك وما يعرفش إنك محدود الثقافة. السؤال الأول، أكمل المثل. عصفور باليد ولا 10 على البقرة ولا الشجرة ولا الحلة ولا العجلة؟ ما تجيب أسئلة سهلة شوية يا أستاذ جورج. سؤال صعب الصراحة يا جورج يا قرداحي، انت طلعت حوته مش سهل. السؤال سهل وواضح. عصفور باليد ولا 10 على أكمل العبارة. طب ممكن استعين بصديق؟ من هو الصديق يلي بدك تستعين بيه؟ الواد عماد ابن جدي موسوعة، ده هو الجينيوس بتاع الحتة، اطلبولي كده. إذا تستخدم وسيلة مساعدة ونتصل بعماد ابن الجد. معاك 30 ثانية فقط. الو، مين معايا؟ ازيك يا عمدة، عامل ايه؟ انت هتصاحبني يا عم؟ انت ما تقولي انت مين اخلص. يا اما تبقاش شليح، فانا شاوي ابن جدة. لا مش فاكرك الصراحه يا استاذ، فكرني بنفسك. إذا كان مش عارفك أنت يعرف السؤال. يا دي يا لوح فوق بس معايا كده وهعزمك على كوباية سحلة. ال30 ثانية قربوا يخلصوا. سحلب بلبن مش بميه، ويكون في فول سوداني. ماشي يا عم، بس فوق كده معايا. افتكرتوني بقى؟ ابو الشوق حبيبي الملايين، وحشني والله. سندس مراتك عامله ايه؟ الحمد لله يا عمدة والله. سندس معاك عايز تسلم عليها. ازيك يا واد يا عماد، وبقى خلي أمك تبعت الجمعية من أول الشهر، إحنا مش عايزين منهدي. حاضر يا مرات ابن جده ولا ايه؟ انتوا كنتوا عاوزين مني ايه بقى؟ انتهت ال30 ثانية. جرى يا عم جورج، انت قفلت الخط ده. مع الأسف انتهى الوقت المخصص للاستعانة بالصديق. يا عم بلاش جاف، لو خاف على رصيدي بعد اي عيل من صبيانك يجيب كارت يفك 4 ايام وانا هحاسبك عليه. باين عليكم برنامج جيفا والله. معلش مسحها فينا، بس جاوب على السؤال. عصفور باليد ولا 10 على بقرة، شجرة، حلة، عجلة؟ والله يا استاذ جورج السؤال بتاعك لولبي وحلزوني، وانا شاكك في اجابتين، هي البقرة يا الحل. بتحذف لي اجابتين كده. كده انت راح تستخدم تاني وسيلة من وسائل المساعدة، ونخلي الكمبيوتر يحذف لك اجابتين. الكمبيوتر حذف البقرة والحلة. اللي هو أصلا أنت كنت شاكك فيهم، ده أنت مفيش منك أمل. وانا لو انسحبت دلوقتي يا عم جورج هبقى معاك يا استاذ شوقي يا حبيبي، ده اول سؤال، انت لسه ما جمعتش اي مبلغ لحد دلوقتي. جرى يا جرى، امال فين الدخان والمواصلات وحق العطل؟ ده انا قافل الورشه مخصوص. خلاص المخرج كلمني وقال لي انك لو انسحبت الان راح تربح 250 جنيه. خلاص يا عم الحاج انا منسحب، الغي رحلتي. اذا يعلن الاستاذ شوقي انسحابه ويفوز بمبلغ 250 جنيه. انسحبت ليه بس يا شعشوع؟ ده أول سؤال وكان ممكن تكسب. سيبك منهم يا بيت، احنا ناخد ال 250 جنيه ونخلع، وعلى رأي المثل عصفوره في اليد والعشرة على الشجره.